مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج ضيفي وضيفكم اليوم. مجموعه في الثانوية العامة حرمه من دخول الكلية التي تمناها، ولكنه اجتهد وتفوق في الكلية التي اضطر للالتحاق بها، وأصبح من العلماء المتميزين في مجال تخصصه. هو من مواليد القاهرة، وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي بالدقهلية، وكان من أوائل دفعته في كلية العلوم جامعة المنصورة. بدأ حياته العملية في مركز معلومات مجلس الوزراء قبل تعيينه باحثاً في هيئة الاستشعار عن بعد، والتي تدرج في وظائفها حتى تولى رئاستها. حصل على الماجستير من جامعة عين شمس ثم الدكتوراه من لندن، ورفض كل إغراءات البقاء في إنجلترا حتى يعود لخدمة بلده صاحبة الفضل عليه. إنه العالم الدكتور إسلام أبو المجد، أستاذ علوم البيئة ورئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء. أبو المجد شغل العديد من المناصب وعضوية اللجان الدولية والمحلية، منها رئيس اللجنة العليا للفضاء ونائب رئيس المنظمة الأفريقية للاستشعار عن بعد، وممثل لقارة أفريقيا في اللجنة الأفريقية الأوروبية لدعم العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والأفريقي في العلوم والتكنولوجيا والابتكار. أبو المجد كان عضواً بالمنظمة الاقتصادية للأمم المتحدة بأفريقيا، ومستشاراً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون الأفريقية، بالإضافة إلى مشروعاته البحثية والخدمية لدول شمال أفريقيا في الدراسات البيئية والبحرية وتغير المناخ. الدكتور إسلام خلال رئاسته للهيئة القومية للاستشعار عن بعد حقق أحلامه بالخروج بأبحاثه من النظرية إلى التطبيق والمساهمة في إيجاد حلول لبعض المشكلات التي تواجه المجتمع، والوصول إلى ثروات لم تكتشف في صحراء مصر الشاسعة. العالم الدكتور إسلام أبو المجد نقدمه كقدوة طيبة تحتذى في العلم والعمل والتواضع والأخلاق والوطنية والإنجاز. إنه حدوثة مصرية وفارس من فرسان الوطن. استاذنا وعلمنا الجليل الاستاذ الدكتور اسلام ابو المجد، رئيس الهيئه القوميه للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء. اهلا بسيادتك. اهلا بحضرتك استاذ احمد.